أنا أصلًا يا شريف اتربيت إني بارضي الناس على حساب نفسي، ومش باعرف أقول لأ. طيب إزاي نعرف إن تقديرنا لذاتنا قليل؟ أول حاجة إني شايف نفسه قليل، مش بيعرف يقول لأ، بارضي الناس دايمًا على حساب نفسي، مش باعرف أعمل حدود، باحس دايمًا إني ما أستاهلش، مش باعرف أعبّر عن نفسي، مش باعرف أعبّر عن مشاعري ولا ألبّي احتياجاتي، باقارن نفسي دايمًا، مش باعرف آخد مجاملات عليَّ أو أستقبل كلام حلو، وكأني بأكد إني ما أستاهلش. مهم أوي، أوي، أوي في ورشة الأكل العاطفي أو الجلسات الفردية للتعافي من الأكل العاطفي إني أبني تقديرك لذاتك، وإني أكبّره، وتبدأ تحب نفسك، وإنك موجود، وإنك تستاهل، وتتعلم تقول لأ. وده بيفرق جدًا، جدًا، جدًا في الأكل العاطفي، وطبعًا بيفرق جدًا في نزولك الوزن، لإن ممكن من أسباب عدم نزولك في الوزن إنك ما بتعرفش تقول لأ، ولمّا ما بتعرفش تقول لأ بتبلّع الجملة دي بأكل كتير، لإنك جيت على نفسك.